مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو والذي سنخصصه للبرلمان. كيف تعرفون الولاية التشريعية 11 حققت رقما قياسيا في اعتقال برلمانيين ومتابعة آخرين بجرائم جنائية في جرائم جنائية، تبديد أموال عمومية، تزوير في محررات رسمية، استيلاء على عقارات وأراضي الغير. هؤلاء كان على رئيس مجلس النواب السيد رشيد طالب العلمي أن يصدر بحقهم دليل النواب ناهبي المال العام، وليس دليل الصحافة لتغطية أشغال البرلمان. وهؤلاء البرلمانيين أصبح عددهم يقاس بعدد فريق برلماني، بحيث لا يحتاجون إلا إلى إدارة ويشرعون في وضع مقترحات ودراسة مشاريع بالسجون. وهنا أتحدث مثلا عن البرلماني محمد بوبديع والبرلماني الشاب ياسين الراضي الذي تسبب في عاهة مستديمة بعد ليلة حمراء بفيلا بالرباط. البرلمان بتحقيقه في الولاية التشريعية هذا الكم من الفساد لم يجد وسيلة سوى تقييد الصحافة والحط من كرامتها لإلزامهم الصمت وعدم الحديث عن قضايا الفساد، والتي سنعود إليها حسب الاتهامات الموجهة لبرلماني الفساد، منهم المعتقلين ومنهم المتباعين في حالة سراح. إذن لماذا الاعتداء على الصحافة ومن دون حجج وقرائن واستعمال معطياتها الخاصة، عناوين سكناهم، أرقام هواتفهم، لتهديدهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة عبر وسيط شقيق مسؤول إداري بالبرلمان يوجد في حالة فرار بألمانيا؟ ومن هنا نوضح للرأي العام ونناشد رئيس النيابة العامة والسلطة القضائية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط عن مآل شكاية صحفي رفع إلى السيد الوكيل الملك بالمحكمة الاستدائية بالرباط بتاريخ 1 ديسمبر 1 جانفي 2021 تحت عدد 7250 على 310 على 2021، وهي الشكاية التي أحالها السيد الوكيل الملك في هذه الفترة على السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، ومن هناك لا نعرف أين مآلها. إذن هذه الشكاية هذه تتعلق بإتلاف ملف إداري بصبغة مهنية صحافية والتلاعب بمعطيات شخصية عن طريق استغلال النفوذ الإداري والسلطوي والاعتداء على حق من الحقوق المدنية ولكل مآرب كيدية من خلال استعمال تلك المعطيات. وهي الشكاية التي وضعها دفاعي محكمة ابتدائية وأحيلت على السيد الوكيل العام بالرباط. هذه الشكاية هذه كما سمعتم إلى كل البنود، والتي نتابع فيها أحد موظفين الذين لا تتوفر فيهم شروط الحصانة، ولذلك فهو ليس برسول سلطة ممتاز ولا برلماني، بما في أن البرلمانيين عندما يرتكبون جرائم تسقط الحصانة بشكل تلقائي. إلى حدود هنا نتمنى للمشاهدين الكرام أن يكونوا تفهموا الموضوع وما يجري في البرلمان، وخاصة وأن إصدار دليل للصحفيين
لتغطية أشغال البرلمان. هذا ليس من مسؤولية البرلمان، وبالتالي كان على حتى وإن كان افتراضيا على المؤسسة التشريعية أن تتميز بهذا العمل، كان عليها أن تشارك النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة ونادي الصحافة بالمغرب وكل الفرقاء من الزملاء الإعلاميين، حتى ليكون لهذا المشروع كما يراه السيد رئيس مجلس النواب قيمة مضافة لتبييض أو تلجيم الصحافة لكي لا تقوم بمهمتها وتكشف عن الاختلالات داخل البرلمان. وشكرا لكم.